النهارده الجمعة وأنا أجازة، فقررت أنزل أعمل تحدي كده جديد إن أنا أنزل أشتغل العروض دي كلها. النهارده في عرض، تلات عروض. عرض من الساعة 11 لغاية الساعة 4، ومن 4 لغاية الساعة 8، ومن 8 لغاية الساعة 10. يعني المفروض إن احنا نشتغل من الساعة 11 لغاية الساعة 10، حوالي 11 ساعة. أنا مش عارف أنا هقدر أكمل اليوم ولا لأ، بس بإذن الله أكمله لغاية الآخر يعني. هيكون عندنا 4 مرات نريح وقت صلاة الجمعة والعصر والمغرب والعشاء، بحيث ان احنا المكنه تستريح وانا استريح. هحسب لكم اعداد الكيلوات، ونشوف اشتغلنا كام كيلو عشان نشوف التكلفه. انا مفول بنزين وهغير زيت دلوقتي، جايب واحده موبيل رصاصي. هغير الزيت ومفول بنزين، فهتوكل على الله نشتغل ونشوف هنشتغلوا كام ساعه. ويعني من التحدي باذن الله هنزل الفيديو دوت بعد فجر يوم السبت، عشان اكون البونص نزل ونحسبه بالظبط التكلفه. خدنا قد ايه من الرحلات، خدنا قد ايه بونص. اللي بيتابعني على التيك توك يا ريت يخش على اليوتيوب ويعمل اشتراك في القناة، عشان هنزل الفيديو الاول على اليوتيوب. وتابعوني، ويا ريت لايك وشير للقناة. ما انسى لينك لقناة اليوتيوب في البايو في التيك توك. عاوز القناة النهاردة توصل 500، يا ريت الناس تخش كلها تعمل اشتراك في القناة. ده عداد الكيلوات، احنا عاملين 12 كيلو. ده العرض الأول من الساعة 11 لغاية الساعة 4 بونص 70%. وده العرض التاني من الساعة 4 للساعة 8 بونص 70%. ده العرض التالت من الساعة 8 لغاية الساعة 10، 70%، 70 جنيه على 10 رحلات. أنا هحاول مش هطول أوي في موضوع تصوير الرحلات نفسها وقيمة كل رحلة، عشان المرة اللي فاتت حسيت إن الناس يعني زهقت بسرعة من الجزء بتاع السكرين شوت بتاع الرحلات، قيمة الرحلة وكده. فأنا حقيقي هعرض شوية رحلات بس، مش هصور لكم كل الرحلات. وهحاول ان احنا نتكلم اكتر من ما نفرجكم على الرحلات. اخر الفيديو هنحسب الصافي بتاعنا باذن الله، ونشوف احنا صرفنا كام واشتغلنا كام ساعة والبونص كله كام. هنحسبه الصافي بتاعنا. الرقم اللي هنقوله دوت باذن الله هو مش رقم ثابت. ايام بتبقى ازيد، ايام بتبقى اقل. ايام مبيبقاش فيها شغل. الفترة اللي احنا فيها دي فترة اجازة، ففيها شغل اعلى. في ناس بتعمل ارقام اعلى مني. المهم يعني ده الناس بس هتبقى فاهمة ان دي ارقام متوسطة مش رقم ثابت. وادعوا لي بالبركة ان ربنا يبارك لي في رزقي وييسر لي الشغل بإذن الله. الساعة دلوقتي 1، أذان الظهر أذن أو أذان صلاة الجمعة. هشوف أقرب مسجد كده هخش أصلي فيه. وبرضك إن أنا أخش أغسل وشي كده وأفوق شوية، عشان بس الشمس جامدة كده. هو الجو حلو يعني النهاردة، بس وقت الظهر بيبقى الشمس صعبة شوية. أنا عملت 10 رحلات. في 3 كان قبل ما يبدأ العرض اللي هو بتاع الساعة 11. فكده في 7 منهم في العرض بتاع الساعة 11. هخش أصلي نريح شوية ونكمل بإذن الله بعد الصلاة. احنا خلصنا صلاة الجمعة الحمد لله. قلت أجيب سناك كده عشان أقدر أكمل اليوم. جبت واحدة رايب، وهنحط معاها جيلاتين. ده جيلاتين بقري. انا عموما يعني من النوع اللي بهتم قوي بالاكل الصحي والرياضه وكده. انا بنعمله فيديو مخصوص من الموضوع ده، بس انا مبطل سكر ودي ابيض. فدايما بتجنب اي حاجه فيها سكر او دي ابيض. هنتوكلوا على الله نكملوا شغل. يلا ربنا يكرمنا باذن الله. دلوقتي الساعة 4. خلصنا خلاص الوقت بتاع العرض 70% الأولاني، اللي هو من 11 ل4. هنخش على العرض التاني اللي هو من 4 ل8، بردك 70%. أنا عملت تقريبا 13 رحلة.
وعاملين في المحفظة 390 دول منهم البونص بتاع الصبح كان 40 جنيه تقريبا. وعاملين انا عملت بتاع رحلتين او ثلاثة بره، يعني معايا مثلا بتاع حوالي 70 80 جنيه بره بره الابليكيشن. هنجمع كل ده اخر اليوم باذن الله. وقلت اجيب سناك كده لان انا بدات اجوع. جبت تمن سوداني كتسلية يعني طول ما انا سايق في السكة، عشان برضك الواحد ايه بيجوع ما ينساش نفسه. برضك حاجة صحية يعني. هنكمل نخش على البونص التاني وربنا يعيننا. احنا كده المفروض بادئين الساعة 11 وانا بادئ 10 ونص. فشغالين بقالنا 5 ساعات ونص، والساعة 4 المفروض نخلص 10، فاضل لنا 6 ساعات، يعني تقريبا وصلنا نص الوقت تقريبا. يلا الله المستعان. الساعة 5 إلا تلت. شايف، حاسس إن الشغل مريح تقريبا. وقت الجمعة في الوقت ده الدنيا بتريح شوية. أنا عملت رحلتين من الساعة إلا تلت دول، ورحلتين مش قد كده يعني. ف والبنزين البنزين قطع. هو تقريبا انا على طول بحط ب 200 جنيه بنزين عشان اريح نفسي، مش كل شويه اخش البنزينه وكده. فواضح ان انا مش واخد بالي من البنزين قوي، فانا ماشي على الاحتياطي. فالعصر بيأذن وانا بفكر دلوقتي احط بنزين واخش اصلي العصر. انا قريب من البيت. لو لقيت مفيش شغل خالص كده الدنيا مريحه قوي، ممكن اطلع اتغدى واشرب كوبايه قهوه وانزل اكمل. لقيت في شغل بعد الصلاه هكمل. بس هشوف كده يعني، ربنا يسهل. اخش البنزين اول احط ب 200 جنيه واصلي وربنا يسهل. انا طلعت اتغديت وضربت كوبايه قهوه كده وقعدت شويه. خدت بتاع ساعه وربع كده، وكانت جالي مشوار وقمت جاي نازل تاني. خدت اول مشوار. بس هو واضح ان يوم الجمعه الوقت العصر ده بيبقى الدنيا مريحه. مش عارف هنعمله كام رحله في العرض التاني ده. انا لغايه دلوقتي دي تالت او رابع رحله. تالت او رابع رحله تقريبا في العرض التاني، فلسه لغايه دلوقتي ما خدتش اي حاجه. طبعا هو من الرحله الخامسه باخد 6 جنيه على كل رحله. فربنا يكرم كده ونعرفوا ان ايه نلموا اي حاجه في العرض التاني ده. وباذن الله نقفل العرض التالت ده. العرض التالت بيبقى 70 جنيه. كل اول 3 رحلات ب10، وتاني 3 رحلات ب20 تقريبا. بس انا كده راجع العرض كده عشان انا مش فاكر. اول 3 رحلات ب10، وتاني 3 رحلات ب30، واخر 4 رحلات ب30 برضه. هو عرض حلو يعني الواحد لو كمله، بس المشكله ان وقته قصير جدا. وقته ساعتين، من الساعه 8 لغايه الساعه 10. المفروض ان احنا من الساعه 8 لغايه الساعه 10 نكون عملنا 10 رحلات. فربنا يسهل يعني، باذن الله نعملوه. الساعه الان السابعه. الشغل ضعيف، و اضطريت اخد مشوار بصراحة اروح مكان ما بحبوش. في اسكندرية عندنا كارفور، اللي هو قدام الداون تاون او على الطريق يعني على دخلة السريع. من الاماكن السيئة اللي ممكن تروحها، خصوصا لو بالموتوسيكل. يعني العربية كان يعني برضك، بس كانش فيه شغل قوي يعني، بس كان ضعيف. لما بروح بالموتوسيكل نادرا ما برجع برحلة يعني. فانا بعمل ايه بقى؟ بقوم جاي عامل حسابي ان انا مثلا اعلي الرحله تمنها عن سعرها 5 او 10 جنيه. بحيث ان انا لو اقف شويه لقيت الدنيا واقفه كده ومفيش شغل، احاول ان انا اتحرك لاقرب مكان جنبي يكون فيه شغل. اقرب مكان جنبي اللي من اسكندريه، عارف محرم بيه والحضره او الموقف الجديد، بيبقى فيهم ساعات شغل شويه يعني. فبيني وبينهم مثلا بتاع 3 4 كيلو. فهمشي مثلا، فانا عامل حسابي ان ال5 جنيه وال10 جنيه الزياده دول بتوع المسافة ايه اللي همشيها. فانا اقعد ادردش معاكم شوية لغاية ما ايه، ربنا يكرم برحلة. ربنا اراد ان مفيش رحلات، من ناخدوا رحلة من هنا نتحركوا بقى.
الصبح انا كنت بغير زيت اللي هو زيت موبل رصاصي. الزيت ده انا بنزله على 700 كيلو، هو يجيب اكتر، بس انا في المعتاد يعني بغيره على 700 كيلو. في ناس كتير بتقعد تحتار في موضوع الزيت ده، واغير زيت ايه وما استخدمش زيت ايه. انا عن تجربة، مش مهم الزيت يكون نوع غالي، اهم حاجة انك ما تمشيش عليه كتير. الموتوسيكلات بتاعتنا اللي هي 150 سي سي اللي هي تبريد هواء، الزيت فيها بيسخن جامد جدا، لان تبريد الموتور بيعتمد على الهواء فضعيف قوي، فلازم ما تطولش عليه. اجود نوع زيت في اغلى حاجه هتقعد عليه مثلا 900 كيلو، 1000 كيلو بالكتير قوي. اسوأ نوع زيت هتقعد عليه 500. فالواحد يجيب نوع مثلا وسط، يجيب مثلا، انا بجيب الموبل الرصاصي. الموبل الرصاصي ده من الانواع اللي هي يعني ايه، تعتبرش اجود حاجه ولا اقل حاجه، في الوسط يعني. هو ثمنه 150 جنيه، بقعد عليه 700، ممكن 750 عموما. يعني اي زيت بتستخدمه عاوز تعرف هتقعد عليه قد ايه. اول حاجه من اللزوجه. طبعا اللزوجه دي برضك ما بتتعرفش قوي يعني ايه غير بالخبره. حاجه تانية، لما تيجي تنزل الزيت وتلاقيه ناقص، وطالما الموتوسيكل بتاعك ما بينقطش، ما فيش اي يعني تسريب للزيت، الزيت لما ينقص يبقى بيتحرق. هو هيروح فين؟ يا اما بينقط، يا اما المكنه بتدخن تطلع دخان، يا اما بيتحرق الزيت من كتر السخونيه بيبدا ايه يتبخر الزيت. فانت ما توصلش الزيت للمرحله دي. حاجه تانية برضك، اللي متعود عنده مكنه مثلا بقاله كتير بيستعملها ومتعود عليها، إيه، المكنه صوتها بيتغير لما تعوز تغير زيت. لو فرضنا مثلا ان انا مكانتي على 800 كيلو، ببدا احس ان صوتها بيتغير والغيارات بتبدا مش سلسه معايا. انا عندي مكانتي كده على 800 كيلو، ببدا احس ان ايه صوت المكنه كده مش حلو، والغيارات بترزع، ومش زي ما انا متعود عليها. فانا بعمل ايه بقى؟ اقصى اقل 50 كيلو عن اللي انا وصلت له. انا هي على 800 صوت الزيت اللي هو الموبل الرصاصي بيعمل معايا كده، يبقى انا اخري 750. طب انا بدلع المكنه شويه يبقى على 700 كيلو. الزيت بصراحه بيريح، بعيدا عن تكلفة العمرة ومصاريفها. ان انت تعمر دي حاجة مش حلوة، وبالاضافة انه واقف عند الميكانيكية وعطلة، وتقعد فترة تلين، مصاريفها كتير ووجع دماغي يعني. فده يفضل انت تحافظ على الموتور بتاعك بدل ما تضطر تلين. انا في غير الزيت، في المعتاد دايما كنت بجيب الجيركن الاربعة لتر. جيركن الاربعة لتر ميزته انا بيقعد معايا مثلا حوالي شهر. ميزته انه هيوفر لك 35 جنيه. هم مش رقم، بس انت لما تكون بتوفر في كل حاجة أثناء الشغل، توفر هنا سنة هنا سنة هنا سنة، تلاقي نفسك طلعت رقم في الآخر. فمثلا انت هيوفر لك 35 جنيه. انا عندي المفتاح 17 والقمع وزي جيركن كده قطعه نصه بغير فيه الزيت. كده وفرت 10 جنيه كل غيار، يعني وفرت لك بتاع 40 جنيه كمان في الشهر في الزيت. انا عندي العده كلها تقريبا. طقم الجر انا بغيره بنفسي، بدل ما تروح للراجل تديله 200 جنيه ولا 150 جنيه يغير طقم جر، انا ياخد مني ساعه اقف على جنب قام جاي ايه مغيره. طبعا تيال الفرامل كله انا بغيره الحمد لله. ايه تاني؟ فكيت مساعدين قبل كده برضك، وغيرت عروسة المساعدين بس ما جربتش افك المساعد من جوه، يعني فكيت المساعد نزلته كنت بغير الميزان. بحاول قدر الامكان اي حاجه ان انا اعملها سوسته مش عارف ايه، ما اروحش الميكانيكي غير في عمره لا قدر الله. تغيير ورق دبرياج. انا ورق الدبرياج والله جيت في مره كنت بفكر ان انا اغيره، بس حسيت يعني ايه ان في وجع دماغ كتير فكبرت دماغي. بس انا عندي عده كامله وزرجينه بتاعت الكتينه وكله، بحيث ان انا اغلب. الحمد لله جات لي رحله وانا بصور، فيلا نكمل اليوم، رغم ان انا كنتش متوقع ان المكان ده يجي لي رحله بالسرعه دي، بس الحمد لله ربنا كرم برحله ونكمل اليوم. الساعة 8 والمغرب أذن. عاملين 610 في المحفظة. 610 دول فيهم طبعا البونص بتاع امبارح ده ينشلوه بتاع 40 جنيه. وفي تبسات حلوة الحمد لله يعني لغاية دلوقتي. وماشيين 100 كام، 123 كيلو.
خلصت العرض التاني ده. عملت فيه كام رحلة؟ 4 و3. عملت فيه 7 رحلات. العرض التاني طبعا أول 4 مع عملته مش عارف جنيه ولا حاجة، أقل من جنيه كمان، حاجة عبيطة يعني خالص كده. ال3 التانيين كل واحدة 6 جنيه. وعرض الصبح كنا عاملين فيه 12 رحلة، اللي عليهم 6 جنيه 8 رحلات. ودلوقتي بدأ عرض الريادة. عرض الرياضة ده من 8 لغاية 10. أخش أصلي المغرب وأطلع. نكمل بإذن الله. أنا جايب معايا نيركا فيكس، مش عارف بقى باين معاك ولا لأ. نيركا فيكس دوت كافيين 40 مللي جرام. هو بصراحة بالنسبة لي بحطه معايا في الشنطة على طول لما أكون عاوز أشرب قهوة ومش متاح قدامي قهوة. أنا أصلا ما بحبش طعم القهوة، يعني أنا بشرب القهوة عشان بس الكافيين اللي فيها. ده عامل زي نص كوباية قهوة أو زي معلقة بن. بصراحة بيفوق، يعني انا دايما لما الاقي نفسي كده خلاص بفصل باخده. بس ما بحاولش اخده متأخر كده. بس انا النهارده عشان حاسس ان انا عامل مجهود جامد وعاوز اقدر اكمل يوم، فعاوز حاجة تفوقني، فحصل لي واطلع اضرب واحدة منه. وبيبقى زي، اوريك كده اللي جواه، زي لزقة كده، مش لزقة، بتاع كده بتحط على اللسان. بتدوب. طعمها حلو، يعني طعمها شبه زي النعناع كده اهو. المهم تاخدها بصراحة بتفوق في ساعتها يعني. بس هي يعني تقريبا تعتبر 40 مللي جرام، ده نص كوباية قهوة، ان كوباية القهوة 80 مللي جرام كافيين. بس اخش اصلي عشان بس نلحق الصلاة، اذان اذن المغرب بيصلي على طول. ونرجعوا نكمل نشوف هنلحقوا كام رحلة من عرض الرياضة ده. الساعة 10 ل10. انا خلصت يوم، استويت بصراحة، والسوق ده من الشغل يعني استوت. آه، كان فاضل لي رحلة ويجيلي البونص التاني، اللي هو يعني أول 3 رحلات قفلتهم، خدت 10 جنيه. تاني 3 رحلات اللي آخد عليهم 30 جنيه، بصراحة مش قادر أكمل وصعب، حاسس إني خلاص صعب، يعني إن أنا مصدقت إن أنا جنب البيت. خلاص خلصت. ماشيين 146 كيلو. هنستنى البونص ينزل الساعة 12 بالليل وأقفل الفيديو ونشوفوا حسبتنا كده. بصراحة ربنا يكون في عون الدليفرية اللي بتشتغل يوم كامل. الموضوع مرهق. النهاردة أنا شغلت تقريبا من الساعة 10:30 لغاية الساعة 10، 11 ساعة ونص تقريبا. كان في يوم حوالي ساعتين راحة. ساعة كان في ساعة وقت الصلاة، وساعة كمان وقت بتاعة الغدا، صلاة الجمعة. يعني وقت الجمعة قعدت ريحت ساعة تقريبا، وساعة صلاة لما طلعت اتغديت. فمرهق جدا، يعني انا بقالي كتير قوي ما سقتش مده طويله كده. أه ما اعرفش والله لو حد بيشتغل نقل ذكي بس هيقدر يعمل كده، يشتغل بالطريقه دي ولا لا. حاسس ان الموضوع مرهق جدا. بس اعتقد مع التعود بيبقى الموضوع سهل، يعني لو واحد متعود كل يوم بيعمل كده هيبقى الموضوع سهل. هي المشكله بس في تنظيمه. انت هتشتغل 12 ساعه تريك مره واحده ولا هتفصل ما بينهم؟ ايام الاجازات ممكن بيبقى في الشغل متاخر بالليل، في الشتاء صعب. برضه كان عاوز اقول لكم النهارده هو مش مقياس، لان احنا النهارده بدايه الاجازه، النهارده يوم جمعه، ففي شغل حلو. في ايام تانية بتبقى فيها شغل اكتر من كده. النهارده لا، مش يعني يعتبر متوسط، يعني انا اعرف في ناس بتعمل ارقام اكتر من كده. آه، بس عموما هنجمع كده حسبتنا ونحسبه الكيلوات ونحسبه التكلفة كلها بالظبط كام والبونص. وعلى فكرة أنا في رحلات كتير جات لي بره الابليكيشن، يعني كذا مرة أكون واقف حد يقول لي طب وصلني الحتة الفلانية. ساعات بيبقى راكب، يجي لي مثلا واحد مع واحد صاحبه يقول لي نروح ينفع احنا اتنين خدنا مع بعض، فطبعا باخد نص الرحلة زيادة. ساعات تاني مثلا واحد بعد ما اخلص الرحلة طب أنا عاوزك توديني مشوار كمان. لما يجي لي حد عاوز يوصل اوردر باخد منه زيادة، ان انا ما بطلعش يعني شقق او حاجة زي كده، فلو هطلع هتحاسبني زيادة. بس فهنقفل حسابنا كده ونشوف الدنيا فيها ايه.
خلصنا اليوم الحمد لله، نقفل حسابنا. احنا دلوقتي كده نزل لنا في المحفظة اخر اليوم 747 جنيه. 747 دول هنشيل منهم 47 جنيه كانوا في المحفظة من الاول، يبقى كده دخلنا في المحفظة زيادة 700 جنيه. هنشيله منهم العشرة بتوع زيرو عمولة، يبقى كده 690. تمام، ده كده اللي احنا ايه اللي دخلنا في المحفظة. لسه هنحسبه البونص والتبس. بالنسبة للمسافة اللي مشيناها، هو أنا على العداد احنا ماشيين، كان أول عداد اليوم 12 كيلو، وصلنا 158. يبقى كده الصافي 146 كيلو. 146 كيلو دول هنحسبه الكيلو بجنيه وعشرة صاغ. طبعا يعني اللي ما شافش الفيديو بتاع حساب الكيلوات يرجع له، احنا حاسبين كل حاجة، كل صغيرة وكبيرة. كده 146 في جنيه وعشرة صاغ، يبقى الإجمالي كده صرفنا 160 جنيه. تمام. بص برضك انا يعني براجع اعداد الكيلوات مع جوجل ماب. طبعا انا بعتمد على اعداد الكيلوات ليه؟ لان انا حاسب تكلفتي على اعداد الكيلوات اللي بتاع الموتوسيكل. بس عشان ساعات نفرض اعداد الكيلوات معاك عطل او ولا حاجه، تبقى تعرف الجوجل ماب بيحسب زيه ولا لا. انا عندي جوجل ماب حاسب ان احنا ماشيين 130 كيلو، وهو المفروض 146، في فرق 16 كيلو في 100 كيلو، يعني في فرق حوالي 15% تقريبا او اقل شويه في المسافه. طبعا جوجل ماب انا اعتقد ان هو ما بيحسبش بدقه قوي، لان في ساعات حتت بتسقط منه الشبكه، مش عارف ايه كده. بصوا منظر الخريطه ده اليوم شكل اليوم، حركه اليوم كله خلال اليوم. نحسبه التبس اللي خدته خلال اليوم. احنا كده اجمالي اللي خدناه زياده، هو عشان بس مش هو عشان بس ما تفهمش غلط، هو مش تبس بس، جالنا دخلنا 110. ال 110 دول عبارة عن إيه فروقات الحسابات الاتنين والتلاتة جنيه الناس اللي بتسيبهم، وساعات ناس بتسيب أكتر. في مشوار أنا عملته، كنت واقف وجالي شاب صغير كده عاوز أوصله، كان ب55 جنيه ده لوحده. ساعات مثلا يجيلي اتنين عاوزين يركبوا مع بعض، يعني واحد طالب الرحلة عاوز حد يركب معاه، فأنا بطلب منه نص تمن الرحلة زيادة. يعني مثلا هو رحلته ب30 جنيه، باخد منه 15 جنيه زيادة، يعني 45 جنيه. ساعات واحد بعد ما بتوصله بيطلب ان انت توصله مشوار تاني. ساعات مثلا ايه تاني، طبعا لما بيجيلي اوردرات توصيل، باخد من 10 ل 15 جنيه على حسب ان انا هطلع اوصل حاجه يعني هتاخد مني وقت كده، المشوار مش تمنه مش قد كده. فلما بيكلمني العميل او العميله، في الغالب بتبقى واحده يعني هي اللي طالبه، اقول لها انا هتحاسبيني 10 جنيه او 15 جنيه زياده. نيجي بقى لاخر نقطه واهم نقطه، انا نزل لي بونص 108. بس انا بصراحه عملت حاجه غلط، هي مش غلط، هو حرام. وللاسف في ناس كتير بتستحلها يعني، بس انا يعني الشيطان وزني في اخر لحظه وعملتها، بس هي غلط وحرام. الفلوس دي مش من حقي اصلا، المفروض لو في وسيله ارجعها للشركه ارجعها لها. ضربت رحله، كان البونص فاضل لي رحله في العرض اللي هو بتاع 70 جنيه على 10 رحلات. كان هينزل لي 40 جنيه لو عملت رحلة كمان. كان الساعة 10 إلا ربع وكان فاضل رحلة، ففتحت يعني قبلت الرحلة وعملت ابدأ وعملت انهاء، فنزل لي البونص اللي هي ال40 جنيه. طبعا هو في اللي حصل ده غلط من ناحيتين. اول حاجة ان اسمه ده، لو كررت الحركه دي كتير والعملاء نفسها بلغت ان عملت ابلاغ، او من غير ما حتى تعمل ابلاغ، لو كررت الحركه دي كذا مره عملتها كتير، هتاخد بلوك من الشركه خالص. دي اول نقطه. تاني نقطه بقى من ناحيه الحرام والحلال، دلوقتي انت في تعاقد بينك وبين الشركه على نظام شغل معين، فما ينفعش انت تقول تبرر حركه زي دي وتقول ان الشركه نفسها بتنصب علينا وبتاخد مننا فلوس كتير ومش عارف ايه، رغم ان هو ده ما بيحصلش في دي. انا دي شايف ان هي من الشركات العادله جدا في حساب الكباتن، ويعني بالبونص والحاجات دي شايفه يعني لا، حسبتهم كويسة يعني. بفرض ان هم حسبتهم وحشة، في ناس بتستحل ده، تقولك اصل الشركة دي حرامية وبتاكل حقنا وبتاخد نسبة كبيرة او عمولة كبيرة، فيضرب رحلات ان هو بياخد حقه. هو عموما انت في تعاقد بينك وبين الشركة، انت طالما قبلت بيه يبقى انت تكمل، ما قبلتش بيه ما تشتغلش معاهم.
لكن مش تشتغل معاهم وقابل بالتعاقد اللي بينك وبينهم وتسرقهم. هي دي كانت غلطة مني، ويعني ربنا يسامحني عليها، بس اللي انا عملته ده غلط، محدش يعمله يعني، وحرام يعني. المهم نرجع نقفل حسابنا. احنا كده نزل لنا بونص 108، وتب 110. كده الإجمالي كله 908. تمام. يبقى كده احنا دخلنا 908، صرفنا منهم 160، المفروض ان دي مصاريف التشغيل بتاعتنا، هيبقى 748. يعني يوم كامل حوالي 11 او 12 ساعة، 748 رقم كويس. تقريبا حوالي لو قسمناهم على 11 ساعة يبقى الساعة فيها 70 جنيه صافي، ده رقم حلو. طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو، ده متوسط شغلي في وقت فيه شغل، يوم فيه شغل. الرقم ده متوقف على حاجات كتير، هو رزق اول حاجة. تاني حاجة، انت وشطارتك بتعرف تقبل رحلات بسعر كويس ولا لا، ما بتحطش نفسك في رحلة تسوحك بحيث ان انت ما تعرفش تكمل شغل. متوقف على حاجات كتير. مصاريفك برضك، انت بتعرف اقتصادي في مصاريفك في الموتوسيكل ولا لا، بتعرف تظبط مصاريفك ولا لا. فالموضوع واقف على حاجات كتير جدا يعني. المهم ادعوا لي بالبركه ان ربنا يبارك لي في رزقي، وانا بعرض لكم الارقام دي عشان الناس تبقى عندها خلفيه ومعلومات للي حابب يشتغل. وبس تابعوني، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه، انا عاوز افعل القناه لان عدد المشتركين فيها ما عداش ال1000، وعاوز اعلي عدد ساعات المشاهده، فيعني ساعدوني إن القناه تتفعل باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.